ماتش المنتخب النهارده، المدرب الدنماركي الجديد، مشكلة إفلاس الزمالك. هنتكلم على التفاصيل دي كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس يصلكم كل جديد وإعجاباتكم بقى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا شفنا مواقف وطرائف الصراحة. في طبعا نادي الزمالك، كل اللي كان حصل والقلاشات وكل اللي احنا عاصرناه لحد ما لعبنا معاهم ماتش القمة، ومن بعد ماتش القمة وهم ما شافوش نور. من بعد ماتش القمة على طول هم خسروا القمة، من هنا اتكعبلوا في ماتش المحلة، هوبا الديون عليهم، هوبا افلاس، هوبا ده عايز فلوسه، اللعيبة بلا 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 بلا. الدنيا ما سكتتش، الزمالك بدأ يقع، يقول لك خلاص احنا هنقفل النادي، احنا هنعمل. هوبا شفنا اول امبارح كرة اليد بينسحبوا من بطولة افريقيا عشان خاطر معهمش يسافروا. طبعا دي كارثة. نادي بحجم نادي الزمالك ده انا مش قادر اقولها، يعني دي صعبة جدا، دي صعبة جدا. يعني اصلا المفروض يعني رؤساء، رجال اعمال، اي حد كان يتدخل وكان حل الموضوع ده. لكن انك تنسحب من بطولة افريقيا عشان خاطر معكش فلوس، لا مش يعني مش نادي بحجم نادي الزمالك يبقى كده، لا خالص على الاطلاق. عندنا طبعا زيزو طبعا المحكمة حكمت لزيزو ب 40 مليون جنيه على الزمالك. طبعا زيزو كان عايز 82 مش عارف ايه بتاع، لما المحكمة حكمت ب 40 مليون. طبعا ال 40 مليون جنيه دول هو طبعا عايزهم من الزمالك وخلاص بقى، والكلام دوت والكلام داير على كده، اللي هو خلاص عايزهم من الزمالك. طبعا الزمالك هو مش مستحمل، الزمالك مش مستحمل، مفيش اصلا معاه، وفي مشاكل وفي مش عارف ايه ومذيعه تطلع اسمها نيره الاحمر تقريبا طلع تتكلم يا جماعه احنا 50 مليون زملكاوي لو لمينا من بعضينا وعملنا وسوينا. هي بتتكلم في مجمل حاجه تانية خالص الصراحه، يعني ما اعرفش هي بتتكلم ازاي. يعني الناس دي كلها وجماهير ومش عارف ايه هيلموا من بعضيهم عشان يدفعوا ملايين للعيبه الكوره اللي بتاخدها، بتدفع لهم ملايين. دي حاجه طبعا مش منطقيه. فطبعا هو طبعا عايزين يشدوا قصر نادي الزمالك، عايزين ارض 6 اكتوبر. خلي بالكم يعني. هتقولي طب انت ازاي، انت اهلاوي اهوت وبتاع، ازاي انت بتدافع على الزمالك؟ هو انت عايز الزمالك؟ انت بتحب الزمالك؟ انت حابب الزمالك؟ فهقول لهم لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع اللي ده نادي كبير، انا عايز ارض اكتوبر ترجع، عايز يطلعوا، عايز الشغل الديون بتاعتهم، راس المال بتاعهم يتظبط، يبقى معاهم صفقات. انا عايز الزمالك في اوفى حالاته وفي اجمد حالاته عشان برضو النادي الاهلي يكسبوا، والنادي الاهلي هو رقم واحد والزمالك هيبقى رقم اتنين. بس عشان غريمي يحصل بس تناغم. قصه اللي انا بيراميدز معايا وفي تنافس، بيراميدز نادي مش جماهيري فما فيش طعم. مهما اكسب بيراميدز اتنافس معاه اخد منه بطوله، طعمها مش حلو. لكن مع غريمي التقليدي نادي الزمالك لا، ليها طعم، ليها طعم وليها فاكهه خاصه. لو لسه مكمل معايا وما اشتركتش في القناه اشترك واعمل لايك. هنخش دلوقتي على المعلم زيزو اللي بدأ يسلف الزمالك. تخيل زيزو اللي بيقولوا عليه جعان بقى بيسلف اللعيبه وبقى يقف مع لعيبه الزمالك. اخلاق، اخلاق ومبادئ. عندنا طبعا عماد النحاس، بنوجه له طبعا الشكر وكل التحيه والاحترام طبعا لكابتن عماد النحاس. ما قصرش جدا جدا ولا نقطه عرق بزق يعني استخسرها في نادي الاهلي وفي تيشيرت النادي الاهلي. عمل مطوشه جامده، يعني من ضمن التسعه ولا 10 مطوشه ولا 11 ماتش لعبهم هو متعادل ماتش واحد وكسبان كله، ما خسرش ولا ماتش عماد النحاس، ولا ماتش خسره، اتعادل مع انبي بس. فطبعا دي حاجه كويسه جدا وسيفي قوي جدا لعماد النحاس. عماد النحاس هل يكمل؟ لا لا مش هيكمل. في عروض جامده جدا جايه له من جميع الانديه، طبعا كلهم يتمنوا عماد النحاس ونتمنى له التوفيق طبعا لعماد النحاس ان شاء الله في الايام اللي جايه ومع اي فريق يديره. اللي هيكمل مع النادي الاهلي هو واحد بس احتمال كبير، هو اللي هيكمل مع النادي الاهلي هو عادل مصطفى. ده الوحيد اللي هيكمل مع النادي الاهلي. طبعا المدير الجديد يس سروب، طبعا اسم ملخبط، المدرب الدنماركي الجديد. طبعا هو جاي مع المدرب الحراس المرمى والمعد البدني والمساعد، هو جاي مع ثلاثة. فطبعا جاي القاهرة ان شاء الله بكرة هيكون واصل في القاهرة.
يعني احنا نتمنى هو مشروع مانويل جوزيه بقى من جديد. السي في بتاعه كويس جدا، احسن من كولر. بيلعب كرة هجومية، عنده شخصية، درب منتخب الدنمارك تحت ال 17 سنة ووصل بيهم السيمي فاينال بتاع اليورو. حاجة كويسة جدا في المستوى اللي هو فيه، يعني ده الدنمارك مش اسبانيا ولا المانيا اللي بكلمك عليها. ان يوصل بيهم السيمي فاينال فدي حاجة كويسة جدا يعني، فاهمني؟ درب طبعا انديه، درب النادي في الدرجه الثانيه، وصل بيه للممتاز واخد بيه كمان كاس الدنمارك، دي حاجه كويسه جدا. درب ميتلاند واخد بيها الدوري. عمل كام حاجه يا جماعه لا كويسه جدا. والحاجه اللي تبشرك خير اللي هو بيقعد بالسنتين والثلاثه مع كل نادي، مش بيمشي بسرعه، مش بيحصل اي فشل وبتاع يجي ماشي والكلام دوت والشغل اللي احنا بنشوفوه، لا دي حاجه تطمنا شويه. احلى حاجه فيه واللي احنا كلنا عايزينها النزعه الهجوميه دي اللي الاهلي مفتقدها، النزعه الهجوميه. فطبعا عايزين نزعه هجوميه كويسه جدا، فطبعا دوت الشخصيه بتاعته القويه مع النزعه الهجوميه مع اكيد طبعا هيقوي الدفاع، وهيشوف الدفاع بتاعنا ايه اللي محتاجه المفروض يقويه. فانا شايف متفائل خير جدا جدا بالمدرب الدنماركي الجديد. عندنا بقى ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الاداره بتاعت النادي الاهلي، وان شاء الله فيما بعد ممكن يوصل لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا راجل محترم جدا، عامل لنا مدينه النادي الاهلي، مش مدينتي بقى لا هو عامل مدينه قلعه كده، مدينه للنادي الاهلي. دي حاجه كويسه جدا ومصروف وحاجه عملاقه طبعا ومشرفه للنادي الاهلي. واستاذ طبعا ياسين منصور بالتوفيق اللي في القائمه طبعا الانتخابيه بتاعته. خلاص هو كده كده اخدها هو وكابتن محمود الخطيب اصلا. فعندنا كام حاجه، عندنا بقى منتخب مصر. عندنا ماتش النهارده بتاع منتخب مصر، النهارده ماتش التأهل. بص مفيش نقاش، الماتش هيتلعب في المغرب ومع جيبوتي. يعني خلاص، يعني ما تقوليش رايح اتعادل، يعني ما تقوليش انا رايح اخسر ولا اتعادل. انت خلاص، انت ماتش جيبوتي النهارده باذن الله ده ماتش الصعود. عندنا ماتش كمان في القاهره ده بتاع غينيا، ماتش يوم 12. فماتش هيبقى حلو برضه في المتناول، مش مستدعي اصلا كمان اللعيبه، ومش مستدعي اصلا اي حد في الماتش الاخير ده، تحصيل حاصل يعني. عندنا طبعا اتنين مهاجمين سوبر يا جماعه، اتنين مهاجمين جامدين قوي في يناير القادم مرشح ليهم في النادي الاهلي. في واحد فيهم طبعا مصري، وهو مين كلنا عارفينه واتكلمنا عنه، واحتمال يجي واحتمال يجي، بس انا كاهلاوي يعني مش شايفه يجي الصراحه عشان ما تبقاش كتيره قوي. هو مصطفى محمد. هتقول لي اصل زملكاوي وهيجي يقول لك الزمالك وخدوا. احنا طبعا مصطفى محمد لو جه الاهلي ما تقولش احنا واخدينه من الزمالك، او محترف في فرنسا بقاله كذا موسم هناك، فما يجيش بقى الاهلي يقول لك اهو بتاع الزمالك. بس يعني من غير ما نصدع نفسنا والدوشه، انا مش شايف مصطفى محمد في الاهلي الصراحه، انا مش شايفه. يعني انا مش شايف، يعني انا شايف طبعا في خناقه انتقالات دايره بين الاهلي وبيراميدز. بيراميدز عايز يدفع اي مبلغ في الدبابه الماليه، اليو ديانج، عايزينه باي ثمن. احنا عايزين اليو ديانج، احنا شايفين اليو ديانج. في المقابل التاني النادي الاهلي مفتقد ايه؟ الشمال، الباك اليمين ولا ايه؟ الشيبي. الشيبي احنا عايزينه في النادي الاهلي، هيضيف جامد جدا. اي فريق يشوف الشيبي يقول لك احنا نفسنا الشيبي ده يبقى موجود عندنا في الفريق. الشيبي فعلا اضافه قويه جدا لاي نادي. ومين المهاجم بقى معاهم؟ فيستون مايلي. مع ان فيستون مايلي انا شايف في يناير اللي جاي في عروض نار اكيد هتجيله من الخليج ومن هنا ومن هنا، ممكن ما يكملش في مصر تاني. ولو هيكمل هيبقى مع بيراميدز، لان بيراميدز هتدفع. ولو الاهلي حب يخطفه المبلغ هيبقى عالي جدا طبعا عشان نجيبه. وهو كان لعيب مرحب، هو اكيد ما هيبقى مرحب، مفيش حد ما يرحبش بالنادي الاهلي، مفيش حد النادي الاهلي يطلبه ما يرحبش بيه. اي حد يعني ليه شرف ويبقى ليه اي حاجه ان يلعب في النادي الاهلي، دي حاجه خلصنا منها. لكن قصه مصطفى محمد لا، يعني بنتكلم لسه ما اتكلموش عن المهاجم السوبر اللي قالوا عليه الافريقي وبيلعب في اوروبا والكلام ده كله، لسه ما اتكلموش عليه. لسه كان في اقاويل وبيروحوا يتعاقدوا مش عارف ايه، بس الكلام ده في يناير، فلسه في وقت. يعني لسه في وقت اصلا، ولسه الاهلي بيخطط له. بس اللي احنا مفتقدينه وعايزينه فعلا، احنا يلزمنا مساك.
احنا محتاجين مساك سوبر اجنبي، حد ورا يطمنا، لان خط الدفاع عندنا سيء، يعني مش كل ماتش بيحصل كوارث، واحنا بقينا كل ماتش يعني حاجه غريبه، دي جديده على الاهلي. يعني دي جديده عن النادي الاهلي، ان احنا كل ماتش جون، جونين. يعني قرارة اسماعيليه دي تجيب في النادي الاهلي جونين، مش منطقيه، مش منطقيه خالص. ان فرقه برضو من اضعف الفرق اللي موجوده في الدوري المصري، المركز ال 18 واضعف دفاع والكلام ده كله، تجيب فيه جونين، دي برضو في حد ذاتها مش حلو. هنيجي طبعا الملف بتاع المدرب الفني، احنا خلاص كلنا ارتحنا، والحمد لله اللي احنا خلصنا من الموضوع ده. موضوع كان عامل لنا قلق كبير في دماغنا، كل شويه ايه ده هنجيب برونو، ايه ده مش عارف ايه، لا كروش، لا هنجيب فاكتوريا، قعدنا اتكلمنا ايه يا جماعه في ايه، ازاي مش عارفين نستقر على مدرب، لحد ما رسميا انا استنيت بص لحد ما خلاص رسميا والاهلي تعاقد معاه، عشان خلاص ما نتكلموش كتير بقى في قصه المدرب. خلاص اتكلمنا، عرفنا ان الدنماركي جاي ان شاء الله، يعني انا مستبشر ومتفائل بخير. مفيش مدرب بيجي ان يعمل انجاز مع الاهلي، لازم يعمل انجاز بس يكون بيفهم. احنا طبعا لسه احنا شفنا السي في بتاعه وشفنا الدنيا بيعملوا معاها ايه. طبعا المدرب دوت في مغامره، مغامره للمدرب ده. ليه بقى؟ المدرب ده عمره ما درب افريقيا، اي نادي او منتخب او اي حاجه في قاره افريقيا، ولا في الشرق الاوسط، ولا في مصر، ولا في الكلام ده كله. فطبعا النقله دي جديده، هيلعب بقى في افريقيا، الشرق الاوسط بقى ومش عارف ايه وبتاع، لسه الموضوع ده هيبقى مختلف بالنسبه له، هو اخد على الاجواء الاوروبيه. طبعا هو لما يجي ممكن يغامر، هو حلو هجوميا، لان اي فريق ولا فرق اوروبا انتوا عارفين هي الكره رايحه جايه والكره بتبقى هجوميه. طبعا هيجي هنا بقى في مصر بقى هيشوف الدنيا ماشيه ازاي والتكتل الدفاعي، هيلعب في افريقيا هيشوف اللعب غير اللعب، بس طالما في فكره عنده ان شاء الله يتاقلم، وهنشوفه حاجه تانية وحاجه جديده. قائمه منتخب مصر النهارده يعني هي قائمه كويسه، بس يا ريت كابتن حسام حسن بقى نشوف حاجه جديده. انت عندك ماتشين سهلين قوي، انت عندك جيبوتي وغينيا، يعني منتخبين في المتناول قوي 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 قوي. اعمل شكل بقى، نفسنا مصر النهارده بقى والماتش الجاي نشوفه شكل للعيبه، نشوف اداء، نشوفه جمل. ما احنا لو ما شفناهمش هنا في الماتشين دول الاخرى، مش هنشوفهم اكيد ضد بقى هتلعب لي الكاميرون بقى وغانا والناس ديت بقى وبتاع، وهتروح كاس العالم مش عايزين نتفضح تاني. يعني احنا مش عايزين نروح كاس العالم تاني ضيف شرف، دي هتبقى صعبة جدا علينا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا ريت الحلقة بس تكون عجبتكم، وهنشوفوا اصلا النادي الاهلي، وهنشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي معانا الايام اللي جاية، وهتوحشوني وانتظروني في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم.